مساء الخير زمايلي السادة المحامين. يعني أنا هتكلم في حاجة بسيطة كده، ولا بجيب سيرة حد ولا أنا حاطط حد في دماغي. أنا بتكلم كلام في المطلق لأن المهنة طرأ عليها بعض الأحداث الغريبة اللي إحنا لازم نتكلم فيها يعني. أنا على اعتقاد ومعرفش مين بقى اللي بيشاركني الرأي أو بيختلف معايا، ولكن دي وجهة نظري. إن مهنة المحاماة دي مهنة يعني قديمة قدم الأزل، يعني شبه الملكية كده. لما تلاقي الملك كده بيخرج على الشعب بتاعه دايما بيحتفظ بتقاليد معينة، لابس لبس معين، لابس زي رسمي. وكذلك المحاماة ما ينفعش يطرأ عليها تغيرات ونقول عليها ان هي لازم تواكب العصر. لا، المحاماة من وجهة نظري هي مهنة كلاسيكية، مهنة من الزمن القديم، هتفضل دقة قديمة مهما طرأ من التطورات والتكنولوجيا، هتفضل محطوطة في إطار كده مقدس، ما ينفعش نحرف فيها، ما ينفعش إن احنا نحط عليها تقاليد جديدة تقلل منها. يعني مثلا أنا أفتكر إن أنا كان بيجمعني لقاء مع أحد أساتذتي، قال لي بالحرف كده، يعني كنا بنتكلم إن المحاماة دي طرأ عليها تغييرات تكاد أن تنهيها. قال لي أول ما التليفون ده طلع، يعني هو كان بيتكلم معايا على أساس إن هو إيه، قاعد مع أستاذه في المكتب زمان. يعني أول ما التليفون ده طلع في التسعينات كده، قام ناداله كده قال له: تصدق يا أستاذ فلان، إحنا هيتخرب بيتنا. قال له: هيتخرب بيتنا ليه يا ريس؟ قال له: دلوقتي التليفونات طلعت، بعد ما كانت الناس بتيجي المكتب الراجل هيبقى قاعد على سريره نايم جنب مراته وبيتصل بيك بيقول لك انت عملت ايه في القضيه. طبعا هو قال لفظ تاني ولكن انا مش ما ينفعش اقوله. يعني هيبقى قاعد جنب مراته وبيتصل بيك: ايه يا استاذ انت عملت ايه في القضيه؟ قال لي زمان كانت مكاتب المحاماه دي اشبه بالعيادات. كان مثلا انت تبقى قاعد في مكتبك في الاوضه بتاعه المكتب بتاعك في الغرفه، وفي الانتظار في الاستقبال السكرتيرة قاعدة وبتدخل لك الموكلين بالدور. يجي يطلع السلم يخش المكتب يقعد دقيقتين تلاتة ربع ساعة نص ساعة ويخش يدفع لك فلوس، يسألك عن قضاياك ويسألك عن اللي تم في القضايا واللي ناقص، وتتحاسبوا مع بعض، تاخد منه فلوس تديله ورق. دي هي المحاماة هتفضل في الإطار المقدس ده مهما طرأ تغيرات ومهما طرأ تكنولوجيا. المحاماة لا يجب أن تفقد قدسيتها. ده اللي أنا بعتقد فيه، وده اللي أنا نشأت عليه، وده اللي أنا أتمنى إن هو يستمر للأبد. أي موضة جديدة هتطرأ على المهنة فهي عدة أيام شهور وهتنتهي. فأنا بتمنى من السادة المحامين تحافظ على تقاليد المهنة، تحافظ على المكاتب بتاعتها. احنا مش مأجرين مكاتب علشان يبقى التعامل اونلاين، فاهميني يا بهوات؟ ولكن لازم نتصدى لبعض الظواهر، ده ضروري حفاظا على المهنة. وبرضو انا بوجه رسالة لشباب المحامين واللي لسه خريجين كلية الحقوق: يا جماعة اختاروا الناس اللي انتوا بتاخدوا منها المعلومة، ما تخلوش اي حد يضحك عليكم او يزيف لكم الواقع. مفيش حاجة بتيجي بالسهل، ومفيش حاجة هتيجي بالسهل وهتفضل مكملة معاك. اي حد بتشوفه متلمع اليومين دول بعد كده ممكن ما تلاقيهوش. ولكن اختار الناس اللي انت بتتابعها، اختار الناس تقدر انها تديك المعلومة صريحة وواضحة بدون اي تزييف او تكذيب او نصب. اختار الناس اللي انت بتتابعها بالذات في مهنة المحاماة. المهنة دي هتفضل مقدسة، هتفضل كلاسيكية، هتفضل أشبه بالملكية، نظام الملكية. إن أنت مثلا تلاقي الملك أو الملكة عمرهم مهما طرأ من الموضة ومهما طرأ من التغييرات، لا، هم محتفظين بالزي الملكي، محتفظين بالمبادئ والتقاليد الملكية. أنت ملك في نفسك كده، أنت بيه. وربنا يصلح الاحوال يا رب. ده كلمتين كان نفسي اتكلم فيهم، وطبعا انا فاتح النقاش لاي استاذ محامي يقدر يعقب على كلامي. شكرا لكم.